انت مدمن تليفون، مدمن اكل غير صحي، مدمن عدم مذاكره، مدمن انك ما تعملش اللي المفروض تعمله. طب ايه السبب انك عشان تعمل اي حاجه في حياتك لازم تكون متحفز ليها، لازم يكون عندك سبب يخليك تعملها. واهم سبب بيخلينا نعمل الحاجات اللي احنا بنعملها او الحاجات اللي احنا ما بنعملهاش هو الدوبامين اتكلمنا عنه في كذا حلقه قبل كده. هو مش بس الناقل العصبي المسؤول عن السعاده، ولكنه الناقل العصبي المسؤول عن تكرار الاحداث. فانت بعد يوم كامل او حتى اسابيع من مسكه التليفون قررت انك لازم تقوم تذاكر بالاصرار والعزيمه، او انك هتسقط خلاص في الميد ترم بتاع بكره، هتقوم تذاكر عشان تلحق اللي ممكن تلحقه. بتقوم وتعمل كوبايه الشاي المتينه وتبدا تذاكر. وهنا الناس بيتقسموا لنوعين: نوع بيذاكر فعلا وبيطبق وبيروح يحل اللي هيقدر يحله، ونوع تاني ما بيقدرش ويقرر يعوض في الفاينل. ولكن المشترك بين الشخصين دول ان الاتنين النشاط اللي عملوه ما افرزش دوبامين مكافئ للدوبامين اللي كان بيفرز وهو ماسك التليفون. انت بتقول لمخك يلا هنقوم نذاكر، يقول لك وانا عليا بايه المذاكره، ما انا ماسك التليفون وبيجي لي الدوبامين اللي انا عاوزه. مخك مش عاوزك تنجح، مخك مش عاوزك تكون احسن واحد، مخك مش عاوزك تذاكر، مخك مش عاوز علاقتك باهلك تبقى كويسه، مخك مش فارق معاه اي حاجه غير ان هو عاوز النواقل العصبيه اللي بتخليه يحس ان هو كويس. مخك بيقيم التجارب اللي في حياتك كلها بناء على معيار واحد: انا افرزت قد ايه دوبامين لما عملت التجربه دي. ذاكرت تجربه وضيعه اعطيها 1/10، مش عاوز اعملها تاني. شفت فيديو لعادل شكل وهو بيهزي 10/10 ونجمه، انا افرزت دوبامين كتير وعاوز اعمل التجربه دي تاني وتالت ورابع وعاشر. فتيجي تقول لمخك يلا نقوم نذاكر، هيقول لك لا، انا ما اعملش حاجه صعبه وكمان هتخليني افرز دوبامين قليل، انا عليا بايه؟ قوم يلا شوف لوشا بيقول ايه. يا مخي والنبي هسقط، ذاكر بس وبعد الامتحانات اخليك تفتح الفيس زي ما انت عاوز، وانا عليا بايه؟ انا هفتح الفيس دلوقتي وهفتح الفيس بعد الامتحانات وان كان عاجبك. فبتفضل قاعد على الفيس ويا ريتك بتستمتع. لا، انت بس بتبقى قاعد على الفيس عشان ما تبقاش مش مستمتع، لان خلاص مخك بنى مناعة من كمية الدوبامين اللي بتفرز وانت قاعد على الفيس. فانت مش بس بتسيب المذاكرة بتاعتك او الحاجة المهمة اللي انت المفروض تعملها، ولكنك كمان ما بتاخدش سعادة او انبساط او فرح من الشيء اللي انت بتعمله ده. ليه؟ لان مخك خلاص بقى متشبع من الدوبامين وما بقتش الكمية دي من الدوبامين تأثر عليه. غير احساس تأنيب الضمير اللي بتبقى حاسه عشان عندك امتحان بكرة وسايبه وقاعد على الفيس، فكمان في احساس بعدم الراحة انت بتكون حاسه. طب ايه سبب الاحساس ده؟ دكتورة أنا ليمكي اتكلمت عنه في كتابها دوبامين نيشن او أمة الدوبامين، ان سبب احساس عدم الراحة ده بيكون ان مكان الاحساس بالسعادة في مخك هو نفس مكان الاحساس بالألم. فانت عندك ميزان، لما تبقى حاسس بالسعادة لازم الميزان ده يتظبط بانك تحس بالألم. فتحس بالسعادة لازم تحس بالألم، تحس بالسعادة لازم تحس بالألم عشان الميزان ده يتظبط. كل ما تحس بالسعادة من الفيسبوك هتحس بألم عشان جسمك بيخلي الميزان ده مظبوط. كمان في احساس تاني بالألم بتحسه او احساس بعدم الراحة بتحسه، وهو احساس الاشتهاء للفيسبوك. يا صاحبي والله ما عليه حاجة، احنا لسه جايين من هناك، كله محمد الزبال والعيال بتاع كريستيانو والعيال اللي بتحتفل بفوز ميسي بكاس العالم والجمعة ال190 الف لفوز الاهلي بالقضية. لا ماليش دعوة، افتح لي الفيسبوك، لو عندك حاجة تانية تديني دوبامين اكتر هروح لها، بس ما دام ما عندكش حاجة يبقى تفتح الفيسبوك وانت ساكت. فهتفضل تلف في نفس الدايرة دي. انت بتفتح الفيسبوك وفتحانك للفيسبوك ده اصلا بيسبب لك الالم، ولكن عدم فتحانك للفيسبوك بيسبب لك الالم، وتفضل بتلف في دايرة دي وتفضل على طول في العذاب ده. فالوجود سرمدي والعذاب ابدي. طيب الحل تصوم مش على الاكل والشرب، ولكن تعمل ديتوك، تخرج مخك من تنسي مخك ان هو بيعمل تجارب بتديله 10/10 دوبامين، وبتحصل بسرعة. انت لو قعدت 5 ايام من غير فيسبوك مخك هيبقى زي الكلب محتاج اي حاجه تديله دوبامين. فهتيجي تذاكر يقولك الله حلوه قوي المذاكره دي، نبقى نذاكر تاني عشان والنبي تديني شويه الدوبامين اللي انت اديتهم لي دول لحسن الواحد جعان. فيبدا جسمك وكميه مخك هما اللي يحفزوك على الدراسه، مش بس اصرارك وقوه عزيمتك. فتيجي تاني يوم تنام وتصحى عاوز تذاكر عشان تكرر التجربه اللي بتخليك تفرز دوبامين. ولكن احذر من حاجه: اول ما تفتح الفيسبوك مخك هيقول الله ده في حاجه بتديني 10/10 دوبامين اكتر من المذاكره اللي بتديني 5/10 دوبامين دي، فانا عاوز اعمل التجربه دي. فهترجع تاني لنفس الدايرة، ومخك هيخليك تروح للتجارب اللي بتخليك تفرز دوبامين اكتر بغض النظر هي مفيدة ليك ولا لا. فهتبطل فيسبوك طول حياتك؟ هتبطل شوكولاتة طول حياتك؟ هتبطل الاكل الصحي طول حياتك؟ لا، ولكن خليك واعي ان في حاجات انت اكثر عرضة لادمانها اكتر من غيرها. انك اكثر عرضة لادمان الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي اكتر من انك تدمن الشغل
والمذاكرة والحاجات الصعبة. فاعمل الحاجات اللي تستمتع بيها واللي تخليك تفرز دوبامين، ولكن خليك دايما واعي انك كل ما هتقضي وقت اكبر على الفيسبوك او تعمل العادات المدمرة اللي بتخليك تفرز دوبامين، الموضوع هيبقى اكثر صعوبة عليك انك ترجع للمذاكرة او ترجع للشغل او ترجع للحاجة الصعبة اللي بتعملها. فتعمل ايه؟ تعمل ديتوكس. ما تعملش الحاجة اللي بتخليك تفرز دوبامين كتير، تعمل الحاجة اللي بتخليك تفرز دوبامين قليل. خليك ملان وزهقان، خلي مخك يتوق لشوية الدوبامين اللي هياخدهم من المذاكرة او كلامك مع اهلك او الحاجات المفيدة ليك. مخك هيشوف الحاجات دي هيقول شوية دوبامين احسن من مفيش دوبامين. ومع الوقت لو استمريت وما عملتش العادات السيئة او الحاجات اللي بتخليك تفرز دوبامين كتير، هيبقى الستاندرد بتاع مخك انك تعمل الحاجات المفيدة. مخك خلاص عارف ان مصدر الدوبامين الوحيد ليه هو المذاكرة، الكلام مع الاهل، الحاجات الصحية، ولكن برضو اللي بتخليك تفرز دوبامين. وزي ما الحاجة دايما تقول، كله من الزفت اللي في ايدك. صدقت يا حاج. ده كان كل اللي عندي النهاردة، اشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.